هلو يا حلوين، اهلا بيكم فيديو جديد. وبجد وحشتوني قد العالم ده كله. النهارده الفيديو هيكون منتجات خلصتها لجسمي وهقول لكم رايي عنها، واذا كنت هجيبها تاني ولا لا، واذا كانت هي فعلا تستاهل ولا لا. فلو انتم مهتمين بالفيديو تابعوا الفيديو لحد الاخر، ومتنسوش تعملوا لايك تحت الفيديو ده عشان تدعموني، وكمان متنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل فيديو جديد بنزله. وما تنسوش تتابعوني على تيك توك وعلى انستجرام، بنزل حاجات كتيره قوي مهمه هناك مش بنزلها هنا على القناه. فلو انتوا عايزين تستفادوا اكتر هسيب لكم اللينكات كلها تحت في الديسكربشن بوكس، وهسيبها لكم كمان في اول كومنت عشان تتابعوني هناك. ويلا بينا نبتدي مع بعض. قبل ما نبتدي الفيديو ده انا عايزه اقول لكم ان انا نزلت جزء خاص بالشعر، كل المنتجات اللي انا خلصتها لشعري هحط لكم اللينك بتاعه فوق هنا، وهسيبه لكم كمان في الديسكربشن بوكس عشان لو عايزين تروحوا تشوفوا ايه المنتجات اللي انا حبيتها وايه اللي ما حبيتهاش. وكنت قلت لكم في الجزء ده ان انا هقسم المنتجات، منتجات لشعري، منتجات لجسمي، ومنتجات لبشرتي. فالجزء ده هيكون خاص بالجسم بس. فيلا بينا نشوف ايه اللي انا خلصته. اول حاجه خلصتها هو الشاور ده من جارنيه اللي هو الترا دول بالعسل. عايزه اقول لكم حاجه وهتصدمكم شويه، انا اصلا اشتريت الشاور جل بحسبه شامبو يعني مش عارفه ازاي. هو مشكلته انه مكتوب كله بالفرنش، وانا ما كنتش اعرف ان كلمه باج ندوشيا دي اللي هي شاور جل. ف يعني ما قريتش اي كلمه شامبو او اي حاجه ليها علاقه بالشامبو او اي حاجه كده. بس انا اعرف ان جارنيه ليه شامبو كونديشنر بالعسل، فانا بحسب ده هو ده، فما اعرفش اصلا ان هو شاور جل. تمام. ولقيت كمان ان العلبه بتاعته اكبر من علبه الشامبو الطبيعيه، فقلت واو حلو قوي ان هم عاملين كمان علبه كبيره للشامبو. يعني كقيمة مقابل سعر حلوة جدا، فاهمين؟ مش عارفة ليه يعني حصل لي شك بعد ما اشتريته خلاص، وخلاص بقى هستخدمه بقى از شامبو. يعني اصلا مش عارفة هو ايه، يعني ما اعرفش بقى الكلام المكتوب عليه هو بالفرنش وانا مش احسن حاجة في الفرنش يعني. ف ما اعرفش الكلام المكتوب عليه، فما جاش في دماغي خالص ان هو شاور جل. بس مش عارفة ليه حصل لي شك كده، قلت ليه هو العلبة دي كبيرة، وبعدين بفتحه واشمه كده لقيت ريحته قوية قوي. فقلت لا، يعني هما لو شامبو هيبقى ريحته خفيفة شوية مش بالقوة دي. شكيت شوية فقلت ادخل اعمل سيرش عن كلمة باجن داشيا دي واشوف معناها ايه. لقيت معناها شاور جل فاتصدمت وزعلت. عارفين انتوا الفيديو ده؟ اللي هو اتصدمت وبجد اتضايقت، اللي هو انا كنت هستخدمه از شامبو. والجهل وحش يا جماعة، بجد الجهل وحش. فالحمد لله ان انا قبل ما احطه على شعري رحت عملت سيرش على طول. يا جماعه بنصحكم اي حاجه مش عارفين ترجمتها اعملوا سيرش على جوجل على طول وشوفوا معناها ايه، علشان ما تستخدموش حاجه وفي الاخر تطلع اصلا بتاعت حاجه تانية خالص. فدي انا حبيت اقول لكم ان انا عملت كده علشان انتوا كمان تخلوا بالكم في الحاجات اللي انتوا بتشتروها بعد كده. المهم استخدمته بقى از شاور جل، طبعا بقى خلاص يعني دبست فيه. بصوا هو ريحته حلوه قوي قوي قوي، ريحته شاور جل بالعسل، ريحته مش عارفه، هو ريحته عسل على ريحه ورد كده، ريحته حلوه قوي، ريحته فريشنس جدا يعني. هو بس مشكلته الوحيده ان هو برفيوم كتير قوي، يعني في كميه برفيوم كتيره. دي حاجه عملت لي حساسيه شويه، حسست جلدي شويه، بحس ان انا عايزه اهرش وقت الشاور شويه. ولكن في التنظيف وكريحه وككل حاجه حلو قوي قوي. بالنسبه لي ان هو سعره غالي قوي، كان سعره 165 جنيه. انا كنت بحسبه طبعا شامبو، ف 165 جنيه على شاور جل حجمه 500 مللي. اظن كتير شويه. قعد معايا فتره كبيره، يعني برضو الواحد يقول لي ليه وعلى عليه، هو حلو جدا بس من نقطه الاريتيشن ونقطه ان هو سعره، فمش هرجع اجيبه تاني. تاني شاور جل خلصته اسمه سويف. ده شكله شاور جل ده حقيقي هو ما كانش يعني مش من مصر، هو من امريكا. هو بالالوفيرا واندروز ووتر. ده اللي هو اسمه. تمام. هما كاتبين fragrance as beautiful as Bath and Body Works، يعني بيقولك الريحة حلوة قوي زي روايح Bath and Body Works. يعني الشاور جل دون مفهوش بارابين، وكمان كيرتلي فري اللي هو مش تستد على الحيوانات يعني، او مش مجرب على الحيوانات، وانا يعني دي حاجة برشحها حلوة قوي. طيب هو as a Bath and Body Works بصراحة هو يعني بيعادل باث اند بادي وركس، بس طبعا على حجم اكبر. شوفي حجمه قد ايه، يعني ده تقريبا 828 مللي، يعني هنقول مثلا لتر الا شويه كده. ريحته ورد، ريحته ورد فريش جدا جدا جدا. بصوا ريحته تحفه، انا مجنونه بريحته
بجد ريحته من الحاجات التحفة جدا اللي انا جربتها، وبجد يعني نفس الروايح بتاع باث اند بادي وركس، وكمان نفس الافكت بتاع باث اند بادي وركس، كل حاجة يعني اللي هو الشاور جel بتاع باث اند بادي وركس والحاجات دي هو نفسه كل حاجة. كل حاجة حرفيا بينظف الجسم، بيسيب الجسم مترطب، بيسيبه ناعم، كمان بيخلي ريحة الجسم حلوة قوي، كمان بيخلي ريحة الحمام حلوة جدا. فبجد 100% حلو، وهجيبه تاني لو لقيته طبعا. يعني انا مش عارفة ممكن الاقيه فين في مصر، بس لو لقيته شور طبعا هجيبه. يعني الحاجة اللي بعد كده خلصتها من باث اند بادي وركس هو البادي ميست ده من جنجم. طبعا اتكلمت عنه قبل كده كتير. من الروائح الحلوة قوي عندهم، ريحته فريش جدا، فريش قوي. ريحته تحس ان هو ريحة نظافة، ريحة دوني، ريحة كأنكم منظفين البيت، فرشين ملاية جديدة. عارفين الروايح الفريش، روايح كأنكم لسه واخدين شاور او معلقين فوط جديدة في الحمام، الحاجات اللي دي. هو ريحته كده بالظبط، ريحته فريشنس ونظافة، وريحته بجد يعني تحسسكم كده ان انتوا المكان بتاعكم نظيف مهما كان حتى مش نظيف، فهو المكان نظيف جدا. انا هو ما عادش بيرش خلاص. فبجد من الحاجات الحلوه قوي. هو بس ريحته معايا، يعني انا لما باجي ارشه على جسمي بعد شويه من الوقت بتضايق منه شويه، يعني بيضايقني شويه ما بفضل شماه في جسمي طول الوقت. لكن ما برشه على الحاجات اللي حواليا بكون مبسوطه. ف يعني هو حلو قوي، من الحاجات الكويسه جدا. شور هرجع اجيبها تاني طبعا، سواء لجسمي او سواء مثلا للبيت كله. يعني رشه بقى على الستاير، ملايات، المفارش، كل الحاجات دي حلوه قوي قوي، وهرجع اجيبه تاني اكيد طبعا. البادي ميست بعد كده برضو خلصته، هو ماد اباوت يو. طبعا اتكلمت عنه بالهبل، وده عارفين دي الفيفوريت بادي ميست عندي من باث اند بادي وركس. ماد اباوت يو من الحاجات العشق، ودي من اول الحاجات اللي انا اشتريتها اصلا من باث اند بادي وركس. هي thousand ويشز، الاتنين دول كان اول حاجه اشتريتهم، هما السبب اللي خلوني اعشق منتجات باث اند بادي وركس اصلا. فده طبعا خلصته لحد اخر قطره. طبعا كل الحاجات دي انا عندي منها باك اب، يعني انا خلصتها اوريدي عندي منها تاني، فاهمين؟ اللي هو طبعا لو مش عندي منها تاني مش هيكون عندي القلب والجرأة ان انا اخلص حاجه منهم، فاهمين؟ فعشان كده مش هتلاقوا فيه قطره واحده، مش هتلاقوا يعني، فعشان عندي منه تاني. من احلى الروايح الفريشنس، ريحته ورد منعشه، ريحته ورد مسكر مع فروتي كده مع فراوله. ريحته بجد فريشنس جدا، ريحته كده روايح غربيه بحته. من احلى الروايح اللي ممكن تجربوها من باث اند بادي وركس، اسمه ماد اباوت يو. الحاجه اللي بعد كده خلصتها هو البادي لوشن ده من سوب اند جلوري. ده اللي هو دروب ان ذا لوشن اللي هو بالكوكونات اويل. بجد من الحاجات الحلوه قوي وعجبتني جدا. هو قوامها خفيف شويه، ينفع صيف وشتاء. يعني هو قوامها خفيف وزيتي في نفس الوقت، يعني خفيف بيتشرب بسرعه وفي نفس الوقت قوام زيتي، فبيدي ترطيب عميق وفي نفس الوقت بيتشرب بسرعه. هو بياخد مثلا بتاع 3 4 دقايق عم يتشرب، بس يعني بالنسبه لحاجات تانية فهو بيتشرب بسرعه طبعا. من الحاجات الحلوه قوي اللي جربتها، وبترطب بعمق، وكمان فيها مواد مغذيه كتير اللي هو فيتامين اي، فيها كمان كوكونات، وفيها شيا باتر، وفيها جرين تي اكستراكت، وفيها الالموند اويل اللي هو زيت اللوز الحلو. فيها حاجات كتيرة قوي مغذية للبشرة، وكمان بتوحد لون البشرة وبتدي ترطيب عميق للجسم يعني. ف من احلى البادي لوشنز اللي انا جربتها، واكيد انا عندي منه باك اب، واكيد هرجع اجيب منه تاني، لان بجد يعني سوب اند جلوري البادي لوشنز بتاعتها يا جماعه، والبادي كريمز بجد من احلى الحاجات اللي ممكن تجربوها في حياتكم. فشور شور شور هرجع اجيبه تاني اكيد. يعني انا اتكلمت عنه على فكره قبل كده اوريدي في فيديو لوحده. كنت عامله مقارنه ما بينه وما بين اللي هو زي الاوريجينال بينك، كنت عامله مقارنه ما بينهم هما الاثنين وتجربتي معاهم هما الاثنين. فهسيب لكم اللينك فوق هنا وفي الديسكريبشن بوكس عشان لو انتوا عايزين تشوفوه. الشاور جل اللي بعد كده خلصته هو الشاور جل ده من سييرو او سايرو حاجه كده. هو شاور جل اسباني، ريحته بجد تحفه جدا. ريحته فانيليا، هو اصلا بالفانيليا فعلا. ريحته فانيليا حلوه قوي، فانيليا مسكره جدا. عارفين انتوا الشاور جل بتاع باي فيز اللي انا اتكلمت عنه قبل كده، برضو كان بريحه الفانيليا كده، وكانت علبه كبيره قوي كده، كنت متكلمه عنه هنا في القناه. بس لكم اللينك بتاعها تحت عشان تشوفوه، هسيبه لكم فوق هنا برضو. هو نفس الريحه بتاعته بالظبط، بس ككواليتي انا عجبني بتاع باي فيز اكتر الصراحه. يعني ككواليتي وكترطيب وكرغوه وككل حاجه بتاع باي فيز بجد ما يخرش الميه. انما بتاع سيرو ده ما عجبنيش قوي، او سايرو ده ما عجبنيش قوي.
هو الحاجه الوحيده اللي عجبتني فيه ريحته بس، لكن غير كده هو مش بيرغي قوي، يعني ما بيعملش رغوه كويسه. بتحتاجي تستخدمي منه كميه كبيره عشان يعمل معاكي رغوه علشان تقدري تاخدي شاور بيها، يعني مش حاسه بينضف كويس قوي برضو. فما اعتقدش ان انا هرجع اجيبه تاني. الحاجه اللي بعد كده خلصتها من سوب اند جلوري، اللي هو البادي باترز بتاعتهم، اللي هو دي بصوا مش سايبه فيها سنتوفه حتى. بجد من احلى الحاجات اللي انا جربتها في حياتي، بادي باترز بتاعتهم بجد وهميه جدا. طبعا يعني لو انتوا هتزنقوا نفسكم وتجيبوها، فما انصحش حد يزنق نفسه ويجيبها، لان مهما كان في الاول وفي الاخر دي بادي باتر او مرطب للجسم. في مرطبات للجسم كتيره جدا، وبرده في نفس الوقت بتدي افكت حلو جدا، وبرده بتنعم الجسم وترطبه وبتعمل كل حاجه حلوه، وسعرها يكون كويس. يعني انا بتكلم لو انتم مقتدرين تجيبوا اي حاجه من الحاجات دي، طبعا جو اهد وهاتوها طبعا. لكن لو مش قادرين، في حاجات بدايل ارخص كتير وحلوه جدا ممكن تجيبوها. هبقى لو انتوا عايزين نعمل لكم فيديو مثلا بالبدايل الارخص لكل حاجه من الحاجات اللي انا اتكلمت عنها دي، اكتبوا لي تحت في الكومنتس وانا ان شاء الله هعمل لكم عنها. لو انت عروسه وبتجهزي وقادره ان انت تجيبي السكين كير او البادي كير برودكتس من الحاجات دي، هاتي طبعا يعني. فبجد حلوة قوي قوي قوي. اوريدي جايبة منها طبعا تاني، تقريبا عندي 3 تانيين غير دي اللي خلصتها. مهما بتخلص لازم اجيبها، لازم تكون عندي، بحبها جدا. العشق التاني من باث اند بادي وركس، البادي باتر دي اسمها بادي باتر الكتريك بلو سكاي. دي شكلها بجد من احلى البادي باتر اللي انا جربتها. يا جماعه بجد ريحتها ريلاكسيشن، تديكوا ريلاكسيشن كده حلو جدا. بتديكوا عارفين كده بالاسترخاء، وتحسوا ان انتوا ايه واخدين شاور كده بالليل وداخلين رايحين تناموا والدنيا هدوء، وعارفين انتوا الاحساس ده. كمان البادي باتر دي القوام بتاعها كريمي جدا جدا جدا، يعني تحسوا ان انتوا بتحطوا كريم كده او زبدة على جسمكم. بجد حلوة قوي، تحسوا ان هي بجد حلوة جدا. بترطب كويس جدا، بتدي نعومة حلوة قوي للجسم، تخلي الجسم حرير بمعنى اصح. من احلى البودي باترز اللي انا جربتها، حرفيا حرفيا بجد بدون مبالغة. دول احلى حاجتين انا جربتهم في البودي باترز. للامانه لو انتوا هتقارنوا ان انا اجيب مثلا بتاع، لو لقيت دي تاني ولا لقيت دي تاني اجيبهم، هجيب دي الاول. يعني انا بالنسبه لي هجيب بتاع باث اند بودي وركس الاول، وبعدين ممكن ابقى افكر اجيب بتاعه سوباند جلوري. انا بحب برضو سوباند جلوري جدا، بس انا ككريمي اكتر، كحاجه سموزي بتدي سموزي اكتر، كحاجه بتخليني احس بالريلاكسيشن اكتر. طبعا انا نفسي في حاجه زي كده جدا، فهجهد وهجيب بتاع باث اند بادي وركس. مش معنى كده ان بتاعه سوباند جلوري وحشه، بالعكس سوباند جلوري من الحاجات اللي انا بحبها جدا، بس هي بتحسسني ان انا كاندي في نفسي قوي، بتحسسني ان انا ايه واكله بونبوني او مصاصه او حاجات زي كده. فالقوام اتقل بتاعها، هي برضو كريمي جدا بس قوامها اتقل من بتاعه باث اند بادي وركس اللي هي النوع ده. المشكله ان البادي باترز بتاعه باث اند بادي وركس اللي بتبقى بالنوع ده او الاشكال دي بتبقى ليميتد اديشن، مش بتنزل تاني. بينزل بقى انواع تانية او اشكال تانية، فانا معرفش صراحه انواع او اشكال تانية منها. بادي لوشن بعد كده برضو اللي خلصته هو البادي لوشن ده، اسمه جابانيز شيري بلاسم. برضو من احلى البادي لوشنز اللي انا جربتها. من الحاجات اللي ريحتها بتفضل ثابته في باسم بادي وركس. ترطيبها متوسط الى حد ما، بتدي كمان نعومه وبتدي ترطيب للجسم كويس. كل الحاجات الحلوه اللي احنا بنحبها دي بجد عجبتني قوي. وبحب قوي استخدم البادي لوشن اللي بالشكل ده لما بكون مستخدمه كروتين كامل، اللي هو الشاور جel بتاعها والبادي لوشن وبعدها احط البادي ميست. بحس الريحه بتثبت معايا فتره اطول بكتير ما بحط بادي ميست لوحده. فبجد بجد من احلى الحاجات اللي انا جربتها برضو البادي لوشنز اللي هي بالشكل ده كده. البادي كريم من باث اند بادي وركس اللي انا خلصته برضو، اللي هو ده اسمه اروما ثيرابي بالانس، اللي هو ده شكله ده، اللي هو من لاين الاروما ثيرابي، اللي هو اللاين العلاجي بتاعهم. هو ريحته مش احسن حاجه، ريحته تحس ان هو عارفين اللي هو يعني ريحته ريحان على ريحه، مش عارفه، هو ريحته اعشاب قوي، يعني ريحته عشبي مش ريحه حاجه مثلا برفيوم او كده. لا هو ريحته اعشاب، علشان هو اوريدي ريحه حاجه المفروض ان هي بتعالج حاجه معينه في جسمك. يعني انت مثلا عندك ستريس بتستخدمي حاجه مش عارفه فيها لافندر علشان تهدي شويه، مش عارفه عندك ايه فتستخدمي. فاهمين الفكره؟ هو لاين علاجي اكتر ما هو لاين تدلعي بيه نفسك يعني.
البادي كريمز اللي في باسم بادي ووركس من احلى الحاجات اللي انا جربتها في حياتي. عندهم لاينات كتيرة جدا من بادي كريمز، مش شرط بس بتاع اروما ثيرابي، بس البادي كريمز بتاعتهم بجد كلها تحفة جدا جدا جدا. لو انتوا هتخلوني اقارن مثلا اجيب بادي لوشن ولا بادي كريم، لا هروح اجيب بادي كريم مش هجيب بادي لوشن. انا بادي كريم بالنسبه لي بيرطب اكتر بكتير من البادي لوشن. وكمان كريمي جدا، بيتفرد بسهوله على البشره، وفي نفس الوقت بيرطبها وبينعمها وبيدي كل حاجه انا محتاجاها صيف وشتاء في كل وقت. غير كده كمان ان ريحته اقوى من البادي لوشن، ريحته اقوى بكتير، وريحته بتثبت في الجسم اكتر بكتير من البادي لوشن. مش معنى كده ان البادي لوشن وحش، لا وحش، لا البادي لوشن بتاعهم برضو كويس، لكن انا زي ما قلت لكم بفضل ايه عن ايه. الحاجه اللي بعد كده خلصتها هو النيفيا بروتكت اند كير، اللي هو الديودران ده. بجد من يعني من الديودرانت كويسه جدا اللي انا جربتها، يعني حلوه قوي، كمان ما فيهوش كحول، فدي حاجه حلوه برضو ان هو مش هيسمر معاكي المكان او كده. ريحته ريحة الحاجات اللي هي بتاعت نيفيا العادية، ملهوش ريحة قوي جامدة. بجد من الحاجات اللي انا حبيتها قوي في نيفيا. سعره كويس، كان تقريبا 45 جنيه. كمان هو بيقعد 48 ساعة بدون اي ريحة، فدي حاجة حلوة قوي. وكمان هو نون irritating، يعني برضو للبشرة حساسة، ما بيعملش حساسية، ما بيعملش حكة، ما بيعملش الحاجات اللي هي بنشتكي منها لما نيجي نستخدم الديودرنت ده. كريمي جدا، سهل جدا في التوزيع، بيقعد فترة طويلة جدا. بجد من احلى الحاجات اللي انا جربتها في الديودرنت هو بتاع دوف، يعني ده وبتاع دوف احسن حاجتين جربتهم في الديودرنت. اي حاجه اللي بعد كده خلصتها هو املاح البشره ده من بيوتي. انا الصراحه كنت بستخدمه كذا استخدام، يعني كنت بستخدمه مع البادي سكراب بتاعي، وكنت بستخدمه كمان وقت البانيو لما بملاه كده بالميه، بقوم حاطه شويه منه علشان احنا الملح بيساعد على تقشير الجسم يعني، ويشيل الجلد الميت وكل الحاجات دي. كنت بعمل بيه برضو ساعات سكراب لوحده من غير ما استخدمه مع بادي سكراب. يعني كنت بستخدمه في كذا حاجة من الحاجات الحلوة قوي اللي انا حبيتها، وريحتها بجد روعة، يعني ريحتها حلوة قوي، وده شكلها. الحاجة اللي بعد كده خلصتها هو البرفيوم ده من ليتل بلاك دريس من ايفون. بجد من الحاجات الحلوة قوي، من برفيوم كده اللي تحسوا ان هي ريحة فخمة، ريحة ليلية، ريحة شتوية، قريب قوي من الريحة دي اللي هي بتاعت انتو ذا نايت من باث اند بادي وركس. ليتل بلاك دريس في ريحة قريبة قوي منها، يعني هو شبيه ليه، لكن هو مش نفس الريحة طبعا بتاع انتو ذا نايت. انتو ذا نايت ملوش مثيل، ولكن هو شبيه ليه او نفس الطيب كده، اللي هو بيستخدم بالليل، يستخدم ريحة فخمة، ريحة تقيلة، برضو بيثبت الى حد ما كويس، يعني من الحاجات اللي كويسة في ايفون. ولو عايزين برفيوم رخيص يعني وثابت وفي نفس الوقت كويس، هاتوا ليتل بلاك دريس من ايفون، حلوة قوي قوي قوي. هو كاتبين هنا النوتس بتاعته: ريحة الفواكه والزهور الرقيقة الممزوج برائحة أخشاب الغابات الخلابة. ليتل بلاك دريس يناسب كل المناسبات بشكل مثالي. هو فعلا ريحته كده، يعني تحس ان هو اخشاب على ورود على فاكهة، فهو ميكس ما بينهم كلهم يعني. اخر حاجة بقى خلصتها هو النيل 15 ده عبارة عن قطرات كده بتتحط على الضوافر علشان تقويها. بجد من الحاجات الحلوة قوي اللي انا جربتها، وكانت تجربة كويسة جدا معايا. هو عبارة عن الشكل ده يعني، حلو قوي برضو، بحطه على الضوافر وعلى الحتت دي اللي هي الجلد اللي بيبقى بره الضوافر ده. بحط عليهم كده وافضل اقعد ادعك كده لمدة مثلا دقيقة في كل صابع، او مثلا بقعد اعمل كده في كل صوابعي لمدة دقيقة. وبعدين بقوم حطاه نايمة، يعني ما بحبش احطه الصبح عشان ما اقعدش اغسل ايدي كل شوية واعمل، فبقوم حطاه نايمة بيه بقى، واصحى تاني يوم الصبح عادي بيكون كل حاجة اتشربت وضوافري استفادت وكل حاجة زي الفل. وكان بجد حلو قوي معايا، بيقوي ضوافر وبيطولها بسرعة جدا، بجد حلو جدا جدا جدا، لازم تجربوه. هوريكم برضو شكل العبوة، ده شكلها، اسمه نيل 15، نيل اللي هو الضوافر 15. بس دي كانت كل الحاجات اللي انا جربتها لجسمي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو دون. ولو انتوا استفدتوا بالفيديو متنسوش اللايك زي ما قلت لكم في اول الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. باي باي.